لقاءنا اليوم جينا حتى نبارك لغبطة البطرك بعيد مرمرون. ومن هالباب نحن جينا عند غبطته لأنه بالآخر مرجعية وطنية. هالمرجعية يلي ثبتت وطالبت ونحن مصرين عليها هالبلد لا يقوم إلا بالشراكة. هيدا الكلام انه في طائفة تطغي على طوائف تانية مرفوضة بالكامل. نحن بلد متعدد طوائف، نحن بلد كلياتنا شركاء، ومفروض فينا نمد ايدينا لبعضنا بهالمرحلة الصعبة. المنطقة جاية على تسويات، واذا ما شافونا بالاخر نحن بلد متماسك كلياتنا مع بعضنا، بالاخر رح ياخذونا بالمفرق. من المواضيع اللي بحثناها طبعا هي موضوع ما يحصل بالجنوب. نحن بحالة حرب، صعيب الجغرافيا محدودة، بس نحن بحالة حرب. نحزن على اللي عم يصير، نترحم على شهدائنا يلي عم يسقطوا، وخاصة اللي صار امبارحة يلي شي بدم القلب. والمطلوب فينا اليوم نحمي هالبلد من أي إمكانية جروا لحرب. الطريقة الوحيدة إنه نحميه إن نكون نطالب بتطبيق ال 1701 من كل الأطراف، حتى ما حدا يقول بالآخر إنه عم نحكي باتجاه. نحن بدنا ال 1701 يطبق من كل الأطراف. يجب كلياتنا نوقف بإيد وحدة ونطالب بهالموضوع، ولا يمكن أن تتنازل الحكومة عن قرار السلم والحرب لطرف ما بالداخل اللبناني. من الأشياء اللي حكيناها كمان هي موضوع الوضع الاقتصادي. كل شيء بنعرف نحن انه المجلس مرة موازنة يلي عدلت بعد ما تم التصويت عليها. اليوم نحن عم نفكر جديا بتقديم طعن ببعض بنودها، لأنه هذه الموازنة لا تخدم الشعب اللبناني. ونحن بنستغرب إنه الحكومة بدل ما تكون عم تشتغل لمصلحة الشعب عم تشتغل لمصالح شركائها والمنظومة اللي بالآخر حاكمة بهالبلد. الموضوع الإخراني اللي طبعا تكلمنا فيه مع غبطه، الوفد البرلماني اللي برم 6 عواصم بالعالم رايح على انجلترا الاسبوع القادم، كمان حتى نعرض خريطة الطريق يلي هي يكون النمو وعملية الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة منا نحن لبنانيا أولا من حالنا، وثاني شيء من المجتمع الدولي تيمد إيده. بعتقد هالبلد فينا نشتغل كلياتنا مع بعضنا، فينا نحط ايدينا مع بعضنا كشركاء، وبعتقد فينا نوصل لشاطئ الامان. ونتمنى انه كلياتنا نكون ايد واحده صوت واحد حتى نعطي امل لشعبنا، لانه بيستاهل اكثر ما هو عم يشوف اليوم. يعطيكم العافيه.